مسلسلات تركية بيتم دبلجتها في نفس توقيت عرضها في تركيا. علشان تعرفوا ايه هما تابعوا معايا الفيديو للآخر. اول مسلسل هو مسلسل الحسد، وبيتم دبلجته بقى باسم نيران الحسد. قصة المسلسل هنا بتتكلم عن شخصية اسمها سنيحة. الشخصية دي فيها تعقيدات نفسية كتيرة جدا، وكمان والدتها كانت دايما بتفضل اخوها اللي هو اسمه خالد، برغم ان هو بيعمل بلاوي كتير جدا في حياته. فاتبنى بقى جواها ان هي شخصية مش حلوة وكل الناس كرهاها، لدرجة ان هي نفسها صدقت ان هي فعلا الشخصية دي وما بقتش تلبس في حياتها غير اللون الاسود. بعد كده بتبدأ ان هي تتدخل بقى في علاقات خالد ده بطريقة غير مباشرة، وبتخليه ان هو يتجوز من بنت اسمها مكرم. وكمان هو بيكون شايف ان هو بيحبها ومش بيحب نلان اللي كان المفروض ان هو هيتجوزها، لكن حب مكرم. فلما سنيحة بقى بدأت تحس بالشعور ده فعلا قربتهم لبعض، وخلت خالد بقى مفكر ان هو اللي مختار مكرم دي. فداخل الاحداث بتاعه المسلسل ده في مؤامرات وتلاعب كتير جدا، وكمان لدرجه ان هي مع نهايه الحلقه الاولى رمت مامتها من فوق من البلكونه يعني. فبرضو قفلة الحلقه الاولى كانت حلوه جدا، وانا كنت اصلا عملت لكم تقييم برضو عن المسلسل ده، هحط لكم لينك الفيديو هنا، روحوا واتفرجوا عليه، لان انا شايفه ان هو بصراحه من القصص المختلفه اللي موجوده في الموسم الحالي، وكمان داخل فيه دراما نفسيه عميقة قوي. ولكن نسبة المشاهدة بتاعته هي مش عالية، بس المبيعات بتاعته إلى حد ما تعتبر كويسة. تاني مسلسل هو مسلسل حب ودموع، واللي تم دبلجته باسم ميرا وسليم، اللي هم كده اسماء الابطال يعني في المسلسل. قصة المسلسل هنا بتتكلم عن شخصية اسمها ميرا، هي بنت عيلة غنية جدا وبتقع في حب شاب اسمه سليم، وسليم ده بيكون محامي في الشركة بتاعتهم. لما بقى بتروح بتتدرب في الشركة دي على انها واحدة عادية مش بنت صاحب الشركة يعني، الاتنين بيقعوا في حب بعض. بعد كده بيبدأوا ان هم يتجوزوا، وبيبدأ ان هو يعرف كمان حقيقتها قبل ما يتجوزوا يعني. وبعد كده بعد 5 سنين بيبدأ ان هو يحصل ما بينهم مشاكل وبيكونوا عايزين ينفصلوا. لكن الصدمة هنا بتكون ان ميرا مصابة بالسرطان، ولما جوزها بقى بيعرف بيبدأ ان هو يساندها ويقف جنبها. المسلسل ده هو مقتبس من قصة مسلسل كوري اصلا، الناس اللي شافته اكيد هي عارفة القصة يعني. وللأسف نسب المشاهدة بتاعت المسلسل مش عالية قوي، ولكن نسبة مبيعاته حلوة جدا، لدرجة ان هم دلوقتي هيبدأوا ان هم يغيروا في القصة بتاعته ويغيروا في الابطال علشان يفضل مستمر معانا لحد يعني على الاقل خالص 20 حلقة، او ممكن كمان يكون لنهاية الموسم، وبرضه هنعرف من نسب المشاهدة بعد كده يعني. ولكن هي قصة المسلسل بالنسبة لي تعتبر كويسة. ناس كتير طلبت مني ان انا اعمل تقييم عن المسلسل ده، لكن بصراحة يعني انا شفت الحلقة الاولى، ما شفتش حلقة، ما شفتش حاجة تانية يعني. لو انا شفت الحلقة الاولى وما كملتش بقية الحلقات مش معجبنيش قوي. بس في مسلسلات تانية كتير اقوى منه في الموسم، وعشان برضه تعرفوا ايه هي اقوى المسلسلات بالنسبة لي في الموسم الحالي، برضو كنت عملت لكم فيديو عنها، هنزل لكم لينك الفيديو هنا او فيديوهين، لان كل شهر بيزيد مسلسلات جديده فالترتيب بيختلف. فيعني تقريبا احنا كل شهر هنطلع نقول ايه هي المسلسلات الافضل يعني في الموسم الحالي. المهم روحوا، هحط لكم لينك الفيديو هنا، روحوا واتفرجوا عليه. ولو برضو عايزين اعمل تقييم عن المسلسل ده هتستنوا عليا شويه ان انا اعمل لكم تقييم عليه، لان يعني بشوف حاجات تانية بصراحه. تالت مسلسل هو مسلسل عيناكي كالبحر الاسود، واللي اتدبلج بنفس الاسم. وقصة المسلسل هنا هي بتتكلم عن شخصية اسمها أزيل ده من وهو صغير والده سابه لجدته وبدأت ان هي تربيه، لكن ربته على ان هو ابنها يعني زي بالتبني كده، ما يعرفش ان هي جدته الحقيقية. بعد كده والده اللي هو عثمان متشاري بيبدأ ان هو يصاب بمرض وبيكون خلاص على فراش الموت، فبيروح بقى عايز يعرف أزيل ده الحقيقة، وبيبدأ ان هو ياخده ويعيش معاهم في البيت عندهم يعني. وبتبدأ بقى تحصل مشاكل ما بين أزيل وما بين أخوه محمد، اللي يعني بيبقى شايف ان هو كده جاي ياخد المكانة بتاعته يعني، او ان هو هيتولى الحاجات بتاعة العيلة بعد ما بابا يتوفى يعني. فبيحصل ما بينهم مشاكل، بالاضافة كمان ان محمد ده بيكون خاطب بنت اسمها جونش، وأزيل ده بيكون قابلها ومعجب بيها، لكن بيتفاجئ بعد كده ان هي خطيبة اخوه. فعشان كده المشاكل ما بينهم بتزداد اكتر. اللي شاف المسلسل ده يكتب لي رأيه عنه في الكومنتات. رابع مسلسل المدينة البعيدة، وبيتدبلج بنفس الاسم. وقصة المسلسل زي ما قلنا قبل كده بتتكلم عن شخصية اسمها عليا البورة، هي طبيبة جاية من كندا ومعاها جثة جوزها بوران وابنها جيهان دينيز. بعد كده بيبدأوا ان هما العيلة بتاعت البورة دي مش عايزاها ترجع كندا تاني، وعايزين ياخدوا الابن منها او ابنها منها يعني. فبتضطر ان هي
تقعد معاهم في مردين، وكمان صداقة البورة اللي هي مامة جوزها اللي مات ده، واللي يعني اللي هيشوف بعد كده الاحداث هيعرف هو مات ولا ما ماتش يعني. المهم هتبدا بعد كده ان هي تجبرها تتجوز باخوه جيهان زواج اجباري. بعد الجواز الاجباري ده بقى بيبدا يحصل ما بينهم قصه حب حلوه جدا، نتمنى ان هي تكمل على خير. واحداث المسلسل هنا في صراع ما بين العشائر، وكمان في تجاره مخدرات كده بيحاولوا ان هم ما يدخلوهاش يعني البلد والكلام من ده، ففي برضو جو مافيا وكده. اللي بيحب المسلسلات دي هيحب المسلسل ده جدا. وعشان برضو تعرفوا تقييم لمسلسل المدينه البعيده، كنت عملت لكم فيديوهين لتوقعات الموسم الثاني، وكمان فيديو نزل بعد الاحداث اللي حصلت في الموسم الثاني. هحط لكم برضو لينك الفيديوهات هنا، روحوا واتفرجوا عليها. خامس مسلسل هو مسلسل إذا خسر الملك، واللي تم دبلجته باسم الانكسار. المسلسل ده فيه دراما نفسية عميقة جدا، لدرجة ان انتوا وانتوا بتتفرجوا على الشخصية هتستفزكوا جدا من كتر ما انتوا هتحسوا ايه السايكوباتي اللي انا بتفرج عليه ده. قصة المسلسل هنا بتتكلم عن شخص اسمه كنان، وكنان ده كانت والدته مربياه على انه ملك، فطلع شخصية بقى نرجسية جدا، وكمان اتجوز من واحدة اسمها هندان، وبعد كده بيبدأ ان هو يخونها مع صديقتها المقربة أزلم. بعد كده هندان دي بتطلب الطلاق، وبعدين بيروح يتجوز بأزلم، واثناء جوازه بأزلم بيبدأ يحن لهندان تاني، وبيقرر ان هو يخون أزلم مع هندان. بعد كده وسط الاحداث بتاعت الخيانات دي كمان بيشوف بنت اسمها فادي، بتكون هي موجودة في المكان اللي بيتردد عليه دايما عشان يروح يلعب قمار، فبيبدأ كمان ان هو يحبها. فيعني انتوا متخيلين كم العلاقات وكم الخيانات اللي موجودة، وكم اصلا التعقيدات اللي في الشخصية بتاعت كنان دي. هو فعلا اللي بيحب الدراما النفسية التقيلة هيحب المسلسل ده، اللي ملوش في الجو ده يقلب المسلسل ده وما يشوفوش التالت بتاعه. سابع مسلسل هو مسلسل حلم أشرف، والمسلسل ده عامل ضجة في تركيا وخارج تركيا كمان. قصة المسلسل وأجواءه هنا داخل فيها مافيا، وكمان حاجات جرايم بوليسية وعصابات والجو ده كله وأكشن. اللي بيحب الجو ده كله عملتلكوا عنهم 3 فيديوهات، هنزلكوا برضو لينك الفيديوهات هنا، روحوا واتفرجوا عليها. قصة المسلسل هنا بتتكلم عن شخصية اسمها أشرف. أشرف ده اتربى يتيم من صغره، وبعد كده بينضم لمنظمة اسمها منظمة الأيتام، وبيبدأ ان هو يترأسها. والايتام دول بالنسبه له بيكونوا زي اخواته، وكمان في صغره بيكون حب بنت اسمها رويا، وبيبدا بقى لما يكبر ان هو يدور عليها في كل الناس حواليه وعايز يوصل لها، وكمان دخل السجن بسببها لانه عمل جريمه قتل علشانها. فاول دخوله للسجن كان بسبب رويا دي. بعد كده بقى لما بيكبر بيتقابل بشخصيه اسمها نيسان، وبيلاقي ان هو بيبدا يعجب بيها، فازاي ان هو هينسى رويا وهيحب نيسان، واحنا الاتنين يعني عارفين، او احنا بنتفرج عارفين ان نيسان هي رؤية، لكن هو ما يعرفش الكلام ده. وفعلا بيبدأ ان هو يحب نيسان دي، لكن بقى ما يعرفش ان نيسان دي متسلطة عليه من خلال شرطية اسمها شدم، برضو كانت مهووسة بحبه وعايزة بقى تدخله السجن بأي طريقة. وبيبدأ يحصل ما بينهم مشاكل كتير جدا. ويعني بصوا المسلسل ده من اقوى المسلسلات في الاكشن والاخراج، ويعني القصص بتاعته او الريتم بتاع الاحداث بتاعته سريع جدا حرفيا. انا مش عايزه المسلسل ده يخلص، عايزاه يكمل معانا موسمين 3 كمان. فاللي بيحب المسلسل ده برضو يكتب لي رايه عنه في الكومنتات. وبرضو انا كنت عملت لكم عنه تقييم عن توقعات الموسم الثاني، وكمان تقييم بعد ما الموسم الثاني نزل. برضو هحط لكم لينك الفيديوهات هنا، روحوا واتفرجوا عليها. لو انتوا بقى عايزين تعرفوا ايه هي افضل المسلسلات اللي موجوده على اليوتيوب، روحوا واتفرجوا على الفيديو ده. ولو عايزين تعرفوا ايه هي اكتر المسلسلات اللي حققت نسبة مشاهدة في الدراما التركية عموما، روحوا للفيديو ده. ولو وصلتوا لحد هنا فما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس، وشكرا جدا ليكم.